السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بقى هنعمل مع بعضينا عجينة الطعمية او الفلافل. طعمها كده ما شاء الله، حاجة كده اللهم صل على النبي، تحفة. ومن ربع كيلو فول مدشوش هنعمل الكمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. حاجة كده تكون انت عاملاها في البيت، نضيفة وواثقة منها، وكفاية ان هي تبقى بيتي وهتعملها بطريقة حلوة. تعالوا نشوف كده هنعمل ايه. نصلي على الرسول كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ربع كيلو من الفول المدشوش منقوع قبلها بيوم، يعني انا كنت نقعاه بالليل وعملته ايه تاني يوم على طول. ومعايا هنا كده حزمه صغيره من الكرات، ومعايا بصله متقطعه، ومعايا برضو 5 فصوص توم وملح، ومعلقه كزبره، ومعلقه كزبره ناشفه. تعالوا نشوف كده هنعمل ايه. هنجيب بقى هنا معلقه الكزبره وهنحمصها شويه كده على النار. هنديها بس تحميصه صغيره. هنشوحها كده على النار يا دوبك بس هي تسخن قدامي كده اهوت عشان ما تحرقش مني وبس. معلقه الكزبره دي بقى بتدي ريحه وتست للعجينه تحفه. ريحه الطعميه كده وانت بتقليها بتقلب الشارع كله، ريحتها ما شاء الله عليها زي العسل. هنفضل بس كده نشوح فيها شويه ونقلب فيها شويه لغايه ايه ما تتحمص معانا كده. انا عايزاها ايه، مش تتحمص قوي، عايزاها تسخن كده. لو عندك بقى خلاط عايزه اعملي فيها العجينه بتاعت الطعميه، عندك كبه اعملي فيها، بس هي بتبقى حلوه بالكبه احسن. هنا هنجيب الكبه بتاعتنا وهننزل بربع كيلو الفول المدشوش، وانا مش هاخد ربطه الكرات كلها، انا هاخد بس ايه حبه منها كده. اللي ما عندوش كرات ممكن تعمليها بخضره عاديه، كزبره او بقدونس. برضو ما تكترش الخضره فيها كتير عشان ما تبقاش ايه عامله فيها زي الميه كده. هنا هننزل بالفول المدشوش كله معانا، وهنزل بالبصل، وبعد كده الثوم، وهقطع حبه من الكرات، وبعد كده هنزل بالملح ومع معلقه الكزبره اللي احنا ايه شوحناها معاكم. انا قلت انزلها لكم بقى على الصبح عشان ايه اللي عايز يعملها ايه الصبح كده يفطر بيها. احنا عملناها الصبح فطرنا بيها، كانت ما شاء الله عليها، كانت هشه كده ومرتفعه معايا وكان طعمها تحفه. ادي حبه الملح حطيتهم، وخزنيها عادي في الفريزر العادي، بس لما تيجي تخزنيها ما تحطيش عليها توابل ولا اي حاجه خالص. لما تطلعيها من الفريزر تحطي عليها التوابل بتاعتك، الملح او الفلفل او الكمون، واكسري فيها بيضه. اللي مش عايز برضو يكسر فيها بيضه ما يكسرش. انا هنا كنت بوريكم حطيت ربع كوبايه ميه، ما حطيتش ميه كتير، انا حاطه بس ربع كوبايه ميه عشان بس تمشي لي ايه سكينه الكبه في الفول المدشوش بتاعي. هنا هفضل اضرب فيهم شويه، كل شويه هنزل افتح الكبه كده وانزل ايه اللي على الحروف عشان كلهم يضربوا يبقى زي بعض بس هو واحد. هنا زي ما انتم شايفين كده كنت عماله اضرب فيها، بصوا بقت ما شاء الله عامله ازاي. هحطها في طبق بقى، والخطوه دي يا جماعه مهمه جدا. الخطوه دي بقى ان شاء الله، الحركه دي اللي انا هعملها هتخلي لك الطعميه طالعه هشه، وهتبقى منك حاجه كده ما شاء الله زي الفل، هتبقى عامله زي الكريم شانتيه. هنفضل كده نضرب فيها في العجينه لمده 10 دقايق كده متواصله. الخطوه دي بقى بتعلي عجينه الطعميه معايا، وبتخليها كده هشه معايا زي الكريم شانتيه بالظبط. بص ما شاء الله، من ربع كيلو فول مدشوش بص عملته قد ايه، يعني عملت كميه كبيره، عملت طبق كبير. هنفضل كده نضرب فيها شويه بتاع 10 دقايق كده متواصلين لغايه ما هوريكم دلوقتي بقت عامله ازاي.
بصوا بقت عامله ازاي بقى. بصوا بقت هشه ازاي من جوه. الخطوه دي بقى اهم خطوه في العجينه كلها. هنجيب بقى حاجه اللي هفرزها فيها، عايزه تحطيها في اكياس حطيها، لما الاطباق دي كانت عندي موجوده. شوفي بقى الطبق ده انت هتجيبيه من بره بكام؟ ب10 جنيه الطبق ده لوحده. انا جايبه بقى ربع كيلو الفيل المدشوش ب8 جنيه. وكنت قبل كمان ما اوريكم كده اهوت، انا كنت خدت منها كمان كام واحده كده وقلتهم، وهقلي معاكم تاني اهي. هنجيب هنا بقى طاسه نحطها على النار، وناخد كده كام معلقه عجينه كده من الطعميه، وهنقليها حاجه كده. اللهم صل على النبي. والله كان طعمها تحفه، ما كناش بناكل طعميه، كاننا بناكل كفته. بس ما فكتش منك ولا اي حاجه خالص. وما تكترش الخضره فيها كتير، او الكوريت. هنا بقى بص عملت لي ايه. بص العجينه من جوه اصلا عامله ازاي، مستويه وجميله. ولو اول مره بتشوفي قناتي ما تنسينيش بالاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.